السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل الجبنة الفلامنك في البيت. فبنجيب بقى أقل كمية فلامنك 300 جرام بس كده، والجبنة الرومي الجبنة القريش 3 قطع جبنة قريش، وبنصفيهم من المية خالص. أنا حطاهم في المصفى أهو لما تصفوا من المية خالص. وهنا نص كوباية لبن أو ربع كوباية لبن، يعني فيها بندوب فيها معلقة دقيق ومعلقة نشا صغيرة كده، معلقة نشا صغيرة ومعلقة كربوناتو صغننة كده، حبة كربوناتو صغننين كده. دول هندوبهم في اللبن كده بالمعلقة الدقيق ومعلقة نشا ومعلقة كربوناتو كده. هنسيبهم كده، وبعدين هنيجي بقى على النار هنحط قطعة سمنة أو زبدة اللي موجود، يعني هنحطها على النار بقى كده، وهنولع عليها النار قطعة كده. هوريكم قطعة قد ايه اهي كده. بص سمنة اهي او زبدة كده اهي، بس كده. هنولع عليهم على النار بقى كده، ثواني. هنولع عليهم كده على طول، يعني هي سهلة مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود. هنقلب بقى، نسيح كده هنسيح السمنة دي او الزبدة على حسب اللي موجود عندكم، قطعة كده. كده حطينا الجبنة القريش كده، هنفضل بقى ندوبها كده. هندوب الجبنة القريش، وبعدين هنا حطينا ذرة ملح وبيكنج باودر معلقة صغيرة مع الخليط ده اللي في الكوباية. هنقلب بقى كده ده، وهحط عليه ده بقى كده على طول، ويتقلب بقى كده كله مع بعضه. ما الخليط ده نص كوباية لبن، وعليه ذرة ملح، عليه معلقة دقيق، عليه معلقة نشا صغيرة بس. ده كده نص كوباية لبن، عليه معلقة ملح، عليه معلقة دقيق، معلقة نشا صغيرة. هنقلبهم بقى كده كلهم كده، هيتقلبوا بقى. هفضل اقلب بقى كده، يتقلب حلو الخليط كده لحد ما يفك معانا. وبعدين هنحط بقى الجبنة الفلامنك، يعني ابسط طريقة لعمل الجبنة الفلامنك. هتقلب كده اهي ساحت كده. هنضيف بقى الجبنة الفلامنك، وانا قلت معلقة بيكنج باودر. هننضفها بس اذا كان حرفها كده في حاجة. ثواني معايا بس، هنضف الجبنة من الحروف كده اهي. بعد ما شلت نضفت الجبنة الفلامنك، هنفضل نقلب بقى كده، نقلب شوية كده لحد ما تفك معانا كده وتسيح الجبنة الفلامنك. هسيحها بقى وبعدين هرجع لكم تاني. انا فككتها اهي على النار خالص، بس انا هضربها بالمضرب عشان تبقى ناعمة خالص، ما يبقاش فيها اي حاجة من الدقيق والنشا. انا سويتها كده، استوت كده اهي، بقت حلوة اهي. فهضربها بقى بالمضرب وهرجع لكم اوريكم الخطوة التانية. كده اهي خلصت اهي، بقت حلوة اهي قوي كده. هنجيب بقى علبة كده نحط فيها كيس تلاجة، وهنمسح البتاع ده بالزيت بس. هنحط نقطة زيت كده اهو، نمسح بيها الكيس كله كده بس. هنمسح الكيس بقى كله كده بالزيت. لازم الزيت كله يغرق الكيس. بس هو الزيت كتر مني، معلش هشيل منه حبة عشان كده كتير اهو. هنحط بقى هنفضي الجبنة دي، وهرجع لكم اوريكم شكلها بعد ما افضيها بقى. كده بقى رجعت لكم اهي. بقى هحطها بقى في التلاجة بتاع 4 ساعات. هطبقها عليها كده اهي، وهحطها في التلاجة 4 ساعات، وهرجع لكم تاني بقى تكون جمدت في التلاجة. ورجعت لكم تاني بعد ما قعدتها 4 ساعات الجبنة اهي. هنبدأ بقى
هنفتحها كده من النايلو ده وهنقلبها بقى كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بقت حلوه كده جميله قوي اهي. هبدا اقطعها بقى بالسكينه واوريكم حته. حلوه جميله حلوه قوي. هي كان المفروض كمان تقعد لو تقعد من بالليل للصبح هتبقى احلى، بس انا ايه قطعت بس كده حته اهي عشان اوريكم. عايزه تقعد من بالليل للصبح، فانا هقعدها برضو تاني من بالليل، بس انا عشان مستعجله عايزه اخلص الفيديو. اهي كده اهي حتت اهي حلوه اهي. انا يعني هحاول احطها واقعدها من بالليل للصبح، هتبقى ايه متماسكه وهتبقى احسن. بس كده طعمها حلو يعني، جبنه حلوه جميله، ويا ريت تجربوها يعني هتعجبكم مش هتندموا. واقول لكم شكرا لكل اللي متابعيني، وربنا يخليكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.